ايلين تعالي يا عيشه، انت عيشه تعالي اقفلي الباب ده، اقفلي الباب، اقفلي الباب. تعالي يلا. تعالوا يا بنات يلا. اول وحشتينا وانتوا وحشتوني قد الدنيا. وحشتينا قوي يا باربي وانتوا وحشتوني قوي والله العظيم، مفتقداكوا جدا جدا. بس انا ما كنتش في القاهره اصلا. فينك يا ايمو؟ موجوده اهو والله. ايمو قلبي، ايمو من جوه، بحبكوا اكتر من روحي. يلا اتجمعوا، بحبك جدا. ممكن تردي عليا؟ رديت اهو. اتجمعوا كده، اعملوا لي منشن لدعاء. انا عند دعاء بس دعاء مش هنا، فاهمين؟ اعملوا لي منشن لدعاء، خليها تيجي. واعملوا لي منشن للادمن بتوعي، لان انا مش عارفه هم في اللايف ولا لا. في حد من الادمن بتوعي موجودين في اللايف. قمر يا ايمي بحبك وانا بحبكوا قد الدنيا. منوره يا محترمه حبيبي. انت راجل. خير يا استاذ علي. خير 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 بجد يعني. ممكن تخرج بره اللايف عشان ده لايف ستات يعني، لو ما فيهاش اساءة ادب، لو ما فيهاش اساءة ادب يعني. ايمو يا قلبي، ايمو من جوه، عسل وقمر، انتي اللي سكر. باربي بتاعتنا، حبايب قلب باربي اللي قاعدين هنا كده ومربعين كده، قاعدين انتوا هنا كده في الحته اللي فوق دي ومربعين. حاطه فاونديشن ايه؟ لا مش حاطه فاونديشن، حاطه الكريم اللي هو بتاع التفتيح ده، مش فاكره اسمه، حاطاه تحت عيني كده وروج، بس مش حاطه فاونديشن. وده فلتر. ما كلناش، مستنيينك ناكل. انا اكلت في ميك. بصوا انا انا عمال يحصل لي حوادث والله العظيم، وحياة ربنا من كتر نق النطع عليا. ده انا عايزه احكي لكم حاجات، ده انا طالعه النهارده عشان احكي لكم حاجات اصلا. بصوا بقى، من كتر نق النبع. الاول حاجه احكي لكم ايه ولا ايه؟ انا مش عارفه احكي لكم الحاجات كتير قوي من كتر نق. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في حاجه. ايه ده؟ تليفون مين ده؟ مش ده تليفون دعاء يا بنتي؟ يا دعاء تليفونك التاني بيرن، تليفون دعاء التاني بيرن. المهم كنت بقول لكم ايه، استنوا. هي دعاء فين؟ دعاء مش في اللايف. استنوا ارن عليها. بالراحة شوية علينا. الفكرة ان انا معيش هنا رقم دعاء. دعاء مش في اللايف. كل اعوذ برب الفلك قولي. استني اقول دلوقتي. دعاء مش في اللايف صح؟ وانا مش معايا على التليفون ده رقم دعاء. طيب هحكي لكم بعدين. ايه ممكن دعاء تيجي دلوقتي؟ يا وليه ماك مقاطعه، يا وليه نفسي راحت له، وايرين قعدت تعيط ومش عارف ايه، ويا ريتني ما اكلته. المهم بصوا بقى، بس على فكره انا عايزه اقول لكم على حاجه. هاي كوفي. عايزه اقول لكم على حاجه. ماك اللي انتم مش عارفينه يا جماعه، ان ماك الفروع اللي موجوده في مصر اصحابها مصريين، والعماله اللي بتشتغل فيها مصريه. اصحاب الفروع مصريين، هم بياخدوا الاسم بس عشان تبقوا فاهمين. يعني الفلوس دي بتروح للمصريين والله العظيم. انتوا فاهمين غلط. انا النهارده الراجل اللي هو مش عارفه اسمه ايه، سامي كده، مدير الفرع. وانت مالك يا علي؟ علي ايه؟ مش فاهم. المهم مدير الفرع مصري. بصوا بقى، اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم كده نبتدي بيها. انا ماشيه في طريق الكاوتش العربيه ما يتقطعش فيه، ماشيه في طريق صلاح سالم. الكاوتش بتاع العربيه اللي قدام، اقسم بالله العظيم ان انا من ساعه ما جبت العربيه دي وانا بيحصل لي حاجات غريبه. العربيه اللي كانوا كلهم عمالين يقول لك دي عربيه ايجار، دي مأجره العربيه، ده مش عارفه العربيه باسم رخصه مين، والنطع ما كانش على بعضه، وخد العربيه وراح يكشف، وخد نمر العربيه وراح يكشف عليها. من ساعه ما جبت انا مجنونه. انا كل الناس بتقول انت مجنونه، انا مجنونه فعلا.
انا عندي حته هبه كده، انت ما غلطتيش، انا مجنونه، مش هديكي بلوك. تدري ليش؟ لان انا مجنونه. اخرجي بقى بره اللايف بدل ما جاني يطلع عليكي. المهم، ف ماشيه على طريق صلاح سالم، لقيت كاوتش العربيه راح بو مفرقع مني، والله العظيم زي ما بقول لكم كده. المهم رحت وقفت مش عارفه اعمل ايه، لقيت واديت انتظار، والطريق طبعا رايح جاي سريع جدا، لقيت عربيه كده فيها رجاله شباب يعني، وقفوا لي، غيروا لي الاستبن بتاع العربيه وركبت استبن، وبعد كده مشيت، لقيت بتاع كاوتش، رحت واقفه مغيره الكاوتش ومش عارف ايه. المهم بيحصل لي حوادث غريبه يعني. بصوا بقى، عايزين نتكلم بعقل وبمنطق، واحنا مش طالعين واحنا مش طالعين لا نغلط ولا نشتم ولا نهين ولا الكلام ده، احنا طالعين نتكلم بالعقل. دلوقتي يا جماعه، انا الراجل اللي مش هقول النطع علشان ما بقاش بغلط، احنا هنبتدي اللايف من غير غلط، بس الله اعلم انا هقدر امسك نفسي ولا مش هقدر امسك نفسي. دلوقتي يا جماعه، الراجل اللي انا كنت، راجل الخنثى اللي انا كنت متجوزاها وكنت على ذمتها، الخنثى دي طبعا كانت عايشه في خير، هي في حياتها ما كانتش تحلم بالخير ده. كنت باكله، بشربه، بلبسه، بحط له بنزين عربيته، بياخد مني فلوس يخليها في جيبه. المهم يعني، ما علينا. لما جيت انفصلت منه واتطلقت منه، راح هو اتجوز مهنثه. كلنا طبعا عارفين ان هو راح اتجوز المهنثه، وقعد يقول لك انا مراتي مهنثه، انا مراتي مهنثه، انا اتجوزت مهنثه، انا مش هيبقى ليا في السوشيال ميديا في دي مهنثه ودي مهنثه. واحده بتقول له قولي انا مهنثه، المهنثه راحت. المهم يعني ان هي لا مهندسه ولا نيله، دي بنت شغاله، كانت شغاله بتاخد نسبه على كل عربيه بتباعها في معرض عربيات. ده مش موضوعي. قال لك لا، انا متجوز مهنثه، والمهنثه مش هتطلع على الميديا. صح كده؟ صح كده. هقرا الكومنتات بس واحده واحده عليا عشان اعرف اركز في الكلام اللي انا بقوله. وانا مش هتطلع على الميديا والكلام ده. مره واحده لقينا لك المهنثه اللي هي مهنثه، وانا اتجوزت مهنثه ومش عارف ايه، لقينا لك المهنثه بقت تطلع فيديوهات غريبه عجيبه مش مفهومه. بقت تطلع فيديوهات غريبه عجيبه مش مفهومه. ايه هي بقى الفيديوهات العجيبه الغريبه اللي مش مفهومه دي؟ المهندسه بقت تطلع وتحط جنبها ورقه كده مكتوب فيها المعلومات اللي من على جوجل، وتطلع تقولك علشان تملي معدتك. وبقت المهندسه فجاه بتطلع فيديوهات وعايزه تبقى بلوجر، بعد ما كانوا البلوجر جرابيع وشحاتين ومش لاقيين ياكلوا. استني بس فرح محمد اقوم، احنا هنمسك نقطه نقطه، اصبري. بعد ما كانوا البلوجر شحاتين وجرابيع، هو كان بيقول كده على البلوجر، شحاتين وجرابيع ونصابين ومش لاقيين ياكلوا وما عندهمش محتوى ومعفنين ومنتنين ومقبرين، وكان كان البلوجر كده، وكان شتيمه 24 ساعه شتيمه في البلوجر، والبلوجر دول نصابين، والبلوجر دول مش عارف ايه، والبلوجر دول ايه. واذ فجاه مراته بقت عايزه تبقى بلوجر، اذ فجاه مطلعها علينا. وانا اقول غريبه يعني يا ولاد، هم مش كانوا البلوجر شحاتين وجرابيع؟ ايه اللي خلى الناطع عايز يخلي مروحه مكاتب تبقى بلوجر؟ نايمه لا بيا ولا عليا، كنت بستجم يومين كده، لقيت التليفون بيرن، بمسك التليفون وبرد، الو ايوه مين؟ قالت لي احنا البنك الكويتي، البنك الكويتي تقريبا، البنك الاهلي حاجه كده يعني، منزله مش عارفه. قالت لي البنك ايه؟ ايوه خير. قالت لي حضرتك استاذ فلان الناطع، بس هي طبعا قالت لي استاذ فلان، هي ما تعرفش الناطع، انا اللي قلت لها الناطع استاذ فلان عليه مديونيه ب 27000 جنيه من فيزة المشتريات، وكان حاطط رقمك علشان لو هو امتنع عن السداد او ما ردش نتصل بيكي. هو مش حضرتك زوجته؟ هو مبدئيا انا كنت عارفه من وانا متجوزاه من سنتين الكلام ده، وانا لسه على ذمته، ان هو كان عليه فلوس لبنكين، كان عليه فلوس لبنكين عشان ولاد الهباده اللي دخلوا كتبوا مفيش بنك بيتصل بحد من رقمه. يا بت يا بت يا بت، احلفي كده على المصحف. يعني البنك لما النطع او غيره ما بيمتنع عن السداد، البنك ما بيديش الرقم للشؤون القانونيه، وبيخلي الشؤون القانونيه تكلمه بصفه وديه الاول عشان يسد، وبعد كده لو ما سدش بيروحوا مشتكينه او عاملين عليه قضيه. لا 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 لا، البنك ما بيكلمش. اصل انا كنت مستنيه الرقم ده يكلمني عشان الف التاليفه دي. تمام. لقيت لك بتاع البنك بيكلمني، موظفه البنك، وبتقول لي او المستشاره القانونيه مش عارفه يعني، قالت لي عليه 27000 جنيه مديونيه،
ومش عارف مش عايز يسدهم، ولما بنتصل بيه بيقفل السكه في وشنا وبيحطنا بلوك. ده رابع رقم يكلمه يقفل السكه في وشنا ويحطنا بلوك. انا طبعا انتوا عارفيني ما بحبش الاذيه، ربنا يقدرني على فعل الخير. رحت مديها عنوان شغله واديتها سين 28 وقلت لها تروح تعمل اف سين 28، واديتها اسمه بالكامل وبعت لها بطاقه وش وظهر. ربنا يقدرني على فعل الخير يا رب. وبعت لها مكانه الجديد اللي هو ساكن فيه في العاصمه الاداريه. ربنا يقدرني على فعل الخير يا رب. قلت لها ابعتي له الاول في المكان الفلاني في العاصمه الاداريه. تمام. الجربوع مش عارف يسد 27,000 جنيه. الجربوع بيخلي الناس تكلمني حتى وانا متطلقه منه عشان فلوسه. الجربوع، يا جربوع يا معفن يا منتن يا نتن يا ابو جزمه مقطوعه. تمام. مره تروح تاخد اوضه نوم على حسي وتقول للراجل وتفهم الراجل ان انت واخد اوضه النوم ليا وانت رايح تتجوز بيها، بس وتنصب على الراجل في حاجه و20,000 جنيه. ومره تاخد فلوس من البنك من فيزة المشتريات وتحط رقم تليفوني عشان يكلموني. انت يالا نطع بجد والله العظيم، انت نطع. انا عايزه افهم انت جنس ملتك ايه؟ المله دي انا ما شفتهاش قبل كده. انت جنس ملتك ايه؟ يد يا ابو جلد تخين ابعد عني يا لازقه يا نتن يا جربوع يا شحات يا ابو جلد تخين. انا ما اعرفش انت عملي الاسود في الحياه. اقوم من النوم ابقى ما لحقتش انام واقوم الساعه 10 على تليفون من البنك. امك انا يالا امك انا. ما تخلي امك تبيع لك من اللي هي لابساه وتسد لك ديونك بدل ما انت جربوع كده. ولا فين مرتب المهنثه؟ هي فين؟ هاتوها لي. هي فين اللي بتقولي استنوا. تعالي يا بنت الكلب تعالي. شغلي التكييف عشان الموبايل سخن. استنوا يا بنات عشان الموبايل سخن، لحظة واحدة. موبايل انت عايزة التكييف؟ شغلي التكييف على الاخر عشان الموبايل بتاعي سخن. ماشي. يلا يا ايلين. يلا يا روما. ايلين اخرجي بره. روما اخرجي بره. ثواني يا بنات عشان الموبايل سخن بس بعمل له حاجة. شغليه على الاخر يا عيشة. الموبايل بقى بيجي الصيف الايفون خرا. لحظة واحدة. عيشة يا بنتي يا عيشة، شغلتيه على الاخر؟ شغلتي التكييف على الاخر؟ على اخر ايه؟ عليه اكتر حاجة. ده انت جيتي؟ هاتي بوس. 25 لا اكتر. عليه. الموبايل بتاعي سخن جدا. انت عارفه الايفون في الشتاء. شفتي انا عملت شعري ازاي؟ جميل. مش مهم، انا طالعه من غير فلتر مش مهم. خليني من غير فلتر كده احلى. الموبايل سخن ولع. خلاص هتلاقي الاوضه هتتكلم. دعاء نفسي اعرف الايفون اللي بيعمل كده في الشتاء. لا انا موبايلي على طول كده في الصيف. استنى خليني من غير فلتر، انا عايزه اطلع من غير فلتر. المهم الاضاءه جميله اصلا. الاضاءه حلوه. بصوا بشرتي من غير فلتر. بشرتي اللي بيقعد يقول لك دي بشرتها، بشرتي هي وشي اهو من غير فلتر، مفيهوش نقطه فلتر. المهم خلينا في موضوعنا. ف انا كنت وصلت لغايه ايه؟ فالحلوين بقى اللي كانوا داخلين يكدبوني، وهو في بنك بيكلم حد ما اعرفش ايه، وهو البنك بيكلم حد، وهو البنك بيتصل من ارقام بموبايل. يا حبيبتي يا جاهله، يا ماما البنك بيتصل عادي، مش ذنبنا ان انت جاهله، البنك بيتصل عادي جدا. نيجي بقى للجزء بتاع النطع. انت اقسم بالله العظيم انت كل اقل كلمه تتقال عليك ان انت حيوان وهظلم الحيوان. طول ما انت بتشتم فيا في الكومنتات وبتجيب سيرتي وبتسب في شرفي،
طول ما انت بتعمل كده في الكومنتات وبتجيب سيرتي وبتسب في شرفي، هطلع هينك، همسح بكرامتك الارض، مش هخلي لمراتك لايف، هطيرها، مش هخليها تبقى موجوده على الفيسبوك. دي حاجه. الحاجه التانيه، بعيدا عن ان انت ناطع ومش راجل، بعيدا عن ان انت ناطع وانا غلبت فيك شتايم جلدك تخن من كتر الشتايم، بعيدا عن ان انت راجل ناطع ومش راجل، انا كنت ساكته عنك مش عايزه اشتكيك. قسما بالله العلي العظيم، يا ناطع يا ابو جزمه مقطوعه يا جربوع، لو اديت رقمي لحد تاني وحد كلمني لا اطلع على سين 28 واشتكيك بشتايمك، واشوف ازاي ضابط جيش ناطع زيك كده يقعد في جروبات النسوان ويفضل يشتم على طليقته من اكاونته بكومنتات، يشتم ويسب في طليقته وهو الجيش سايبه. خلاص انت جلدك الله ايه العسل ده. سيبيها انا هجيبها طيبه. سيبيها لاوي. خلاص تعالي يا ايلن، سيبك من تعالي انت يا ايلن، تعالي انت يا تعالي ايلن. يا توت، تعالي يا ماما، تعالي يا خلاص سيبيها يا دعاء، سيبيها تيجي لوحدها. سيبيها عشان اللايف يا دعاء، اللايف. خلاص. تعالي يا ايلن. خلاص يا دعاء اقفلي الباب. استنوا موبايلها يفصل. بنات الصوت كده تمام؟ الصوت كده تمام؟ الصوت كده تمام يا بنات؟ الصوت حلو؟ تمام؟ طول ما انت بتجيب في سيرتي وبتتكلم على شرفي وعرضي، يلي ما عندكش نخوة، يلي مش راجل، يلي ما عندكش نخوة، انت يلا لو راجل او كان معروف لك جنسية، سواء انت جنس ذكر او انثى، ما كنتش تلف في الجروبات تفضل تشتم على اللي كانت بتاكلك ومكبره كرشك يا عجل يا قزعه. ما كنتش فضلت تلف في الجروبات هنا وهنا تسب في شرفي، وده ان دل يدل ان انت هتموت، ان السبوبه ضاعت من ايدك. ده ان دل يدل ان انت مش على بعضك، ان السبوبه ضاعت من ايدك. اهو جربوع، هتعيش جربوع وتموت جربوع. تعالي. الصوت تمام ولا مفيش صوت؟ تعالي انا هديكي بلوك اريحك من اللايف خالص عشان شفايفي ما تضايقكيش. استنوا بس ندي البت دي بلوك عشان شفايفي ما تضايقكيش خالص. هتعيش جربوع وتموت جربوع، اهو اكبر دليل ان انت سايبني بقالك سنتين، عليك المبلغ ده من سنتين عليك المبلغ ده من سنتين ومش عارف تسده. جربوع. تاكل سمكه تطلع تصورها، تاكل فرخه تطلع تصورها، تاكل ربع فرخه تطلع تصوره، تاكل طبق رز تطلع تصوره، تاكل سماك تطلع تصوره. انجاز. انت كده بتعمل انجاز، انت كده عامل اللي ما يتعملش. انا اكلت فرخه يا جماعه، انا اكلت سمكه، ويا ريتك بتاكل في مطعم نظيف. لو كنت بتاكل لو كلت في المطعم اللي انا كنت باكل فيه امبارح، قسما بالله كان زمانك عامل لنا ستوري وفيديو فيسبوك وانستجرام وتيك توك، وكنت عملت ابلكيشن جديد سميته النقطع، كنت خربت الدنيا. هتعيش وتموت جربوع، هتعيش وتموت جعان، وطول ما انت بتسب في شرفي هطلع عين كرامه امك. وطول ما انت بتسب في شرفي هقول لهم في الجروب اشتغلوا عليه. الجروب بتاع العتاوله، الجروب بتاعنا بتاع الرجاله بتاعتي، اشتغلوا في الجروب ده. انا عايزاكم تسيبوا كل اللي في ايديكم، اركنوا لي بقى نفخوا وام نفخوا، وعايزاكم 24 ساعه تبقوا شغالين على النطع. ما تعملوش اي حاجه، الرجاله بتاعتي اللي في جروب العتاوله ما تعملوش اي حاجه غير ان انتوا تستلموا لي النطع. طول ما انا بشوفك محشور في وسط النسوان وبتجيب في سيرتي وسيره شرفي يا كلب، يلي ما عندكش شرف، يلي ما عندكش شرف. يلا ده انت ما شفتش مني غلطه، يلا قعدت مراتك 5 سنين ما شفتش مني غلطه، ما قفشتش عليا حاجه تطلع تقول اهي.
ما مسكتش عليا حاجه تطلع تقول الست دي كانت مش كويسه. لما سالوك في شغلك يا نطع هل هي سلوكها مش كويس او شفت منها حاجه، قلت لهم عمري. يا نطع يلا مش راجل. سيره شرفي وعرضي اللي كل ما تجيب سيره ده بيلبس في بنتك بس انت خروف مش حاسس. كل ما تجيب ايه حصل يا ايمو؟ تمام يا رجالتي. رجالتي موجودين في اللايف؟ موجودين يا رجالتي؟ انا عايزاكم تستلموا لي النطع. سيبوا كل حاجه. سامي ادم نعم يا ايمو. استلموا لي النطع. سيبوا كل اللي في ايديكم واستلموا لي النطع. ابعتي لينك جروب العتاوله. انت تؤمر يابا. حط لهم اللينك. حط لهم لينك جروب العتاوله. ما احطهولكوش ليه؟ ما هو بتاع رجالتي. الجروب ده بتاع الرجاله بتاعتي. تمام. اللهم بلغت. طول ما انت بتجيب في سيرتي طول ما انا هطلع عين كرامتك. طول ما انت بتجيب في سيرتي لغايه لما يجي حد كده من عندك من شغلك كده راجل محترم يجيبك ويقولك بطل يا خروف يا ناطع تتحشر وسط النسوان. بس انت بتتغذى على الشتيمه. انت كائن بتتغذى على الشتيمه. ما خليتش حاجه على شرفي وعرضي ما قلتهاش. ما خليتش حاجه في شرفي. جوزتني وطلقتني وبقول لك ايه يالا انا ببقى عارفه طريقه كتابتك وببقى عارفه بوستاتك الطويله اللي بتنزلها من فيك. حافظه طريقتك صم. اول ما بتكتب اي حاجه ويجيبوها في الشتاء اقول لهم ده الناطع جم نفخوا. عارفه طريقتك صم وعارفه طريقتك وانت بتكتب وانت بتحرض وانت بتحط فواصل في الكلام. حافظه طريقتك صم. طول ما انت بتعمل كده وانت يا كلب ما شفتش حاجه مني على شرفي وعرضي اللي انت مسحت بيه البلاط ده يا كلب يلي ما عندكش شرف ولا تعرف يعني ايه نخوه ولا رجوله. طول ما انت بتجيب سيره شرفي وعرضي هطلع عين كرامتك. خليتش حاجه. جوزتني وطلقتني وجوزتني عرفي وطلقتني من العرفي وخطبتني واتخطفت واشتغلت مش عارف في بار واشتغلت في كباريه واشتغلت في شغلتني كل الشغلانات اللي في الدنيا وخلتني نصب على واحد في العربيه واخده العربيه دي. اصل العربيات بيوزعوا عربيات هم فين اللي بيوزعوا عربيات دول؟ انا عايزه حد من اللي بيوزعوا عربيات بمليون جنيه دول. عايزاهم. تمام. وانا مش عايزه استلم مهنثه. بلاش تكتبي كومنتات. ههينك يا مهنثه. ههينك يا ام لسان ونص يا هتمه. هطلع امسح بكرامتك الارض يا هتمه يا ام لسان ونص. اقسم بالله ههينك وانا الوحيده اللي بعرف اقلدك. همسح بكرامتك الارض. مش هخلي ليكي كرامه. ههين كرامتك على الفيسبوك. هخليهم يدوروا على قطع غيار لكرامتك يا مهنثه. خليكي في الهنسه بتاعتك الكذب وخليكي في النفخ بتاعك والمعر والهكس والماجستير اللي بتحضريه وسيبينا احنا بلوجرات. هو بلوجر زينا. انا اعتبرت ان هو بلوجر. سيبينا احنا نسوان لبعضينا وخليك انت في الماجستير اللي بتحضريه يا ام نص ثانيه هاتمه. وايه يا بنت البقليله اللي طالعه لك ده؟ انا اول مره اشوف ست عندها بقليله من تحت. غريبه دي. غريب الحب مين فاهمه. انا اول مره اشوف ست ومهنثه. يعني ست ومهنثه كمان. الاتنين في بعض. ست ومهنثه وعندها بقليله من تحت. دي غريبه. دي انا ما شفتهاش. سبحان الله. كائن غريب. استاذ مصطفى كان اسمه مصطفى ايه؟ مصطفى محمود ولا كان زمانه يعني جايبك وبيحللك. كائن غريب يسمى المهنثه. كائن عنده بقليله من تحت. شوف سبحان الله. البقليله دي مش معروف اذا كانت دي بقليله راجل ولا ست. هي بقليله. انا احترت في امرك شويه تطلعي تدي نصايح. انت دكتوره ولا مهندسه ولا انت بلوجر ولا فاشون ديزاينر ولا انت بادي بيلدينج ولا انت يا بنت تعبتيني يا بنت. انت يا بنت عايزه كله في قلب بعضه. انت يا بنت تعبتي. انا نفسي تعبت. سواء تطلع تقول لك مقاومه الانسولين في الجسم ونظبط السكر في الجسم. عايزه تظبطي سكرك في جسمك اعملي اللي انا بقول لك عليه. ظبطي السكر في الجسم. تعبتيني. انت ده تخصص دكاتره. ده تخصص دكاتره دم واوعيه دمويه. بعد كده راحت سايبه بقى الدكاتره وراحت منقوله تقول لك عشان تسبعي بطنك حطي كل خيار قبل الكحك والبسكويت. طب ما نشرب ميه يعني ايه اللي ناكل قطايه اي معدتنا هتتملي. ايه اللي سمعنا الخياره؟ ايه الفكره في الخياره؟ ما نعمل اي حاجه تملى بطننا. نشرب حبه بيبس اي عصير. ايه يعني فكره في الخياره كده؟ بنت انت جبتي التايهه بقى هوبا كده. انت جبتي المعلومه الفورتيكا.
سواء تطلع تقول لك لو بتعملي ريحه علقه كريهه لازم تبعدي عن اكل معين. يا اختي انا باكل كل الاكل وعمري ما عملت ريحه، والمصحف انا اعرق بس عمري ما اعمل ريحه. اكلت كل الاكل، باكل كل الدهون والالياف والحاجات اللي مش في الدنيا، بخترع اكل، باكل عصافير. عارفه العصافير اللي بتطير دي؟ انا باكل عصفوره، عمري ما عملت ريحه علقه. او المصحف زي ما بقول لك كده. مالهاش علاقه يا بت. يا بت انت جات انت محطوطه على الفيسبوك عشان تسهري على قفايا وتسجلتينا الاثنين، يا منص لسان يا هاتمه انت يا هاتمه. وايه يا بت؟ ايه يا بت الورقه اللي بتكتبيها جنبك وتقعدي تقري منها دي يا بت؟ ساعدتينا. ايه يا بت الورقه دي يا بت؟ بونجور. عشان تظبطي السكر في الجسم لازم، وصوت اللعاب اعلى من صوتك اصلا. صوت اللعاب اساسا اعلى من صوتك. تعبتينا تطلعي. انت بتعملي فينا كده ليه؟ بتعملوا فينا كده، انت بتعملي فينا كده ليه؟ خلصنا باب الهزار، نخش بقى على باب جد شويه. مش انا يا بنات، انا ودعاء طلعنا قبل كده لايف، بدل اللايف 2 و3 و10. قلتلكوا اي واحده هتجيب في سيرتي او هتركب على قفايا او هتعلي فيو على حسي او هتتكلم في شرفي وفي عرضي هطيرها، صح؟ وانتوا قلتولي ايه؟ طيريها، صح؟ صح. وده اللي انا واختي بنعمله مع نفخه. احنا كده غلطانين؟ ما تطيريها. ما بقتش تنزل حاجه على الفيسبوك. انا مستنياها تكبر اليوتيوب بتاعها شويه عشان انا هدفع 5000 جنيه عشان اطير يوتيوب. عشان اطير قناه يوتيوب لازم ادفع 5000 جنيه. فانا مش هدفع 5000 جنيه على فيديوهين 3. لا انا مستنياها تكبر. بصوا صريحه وواضحه قسما بالله العظيم وحياه ولادي زي ما بقول لكم كده، صريحه وواضحه. طيرت فلانه، طلعت قبل كده قلت لكم انا طيرت فلانه. فاكرين فلانه اللي طلعت برده شتمتني من غير سبب؟ قلت لكم انا طيرتها وطيرت لكم البيدج بتاعتها. بنطير نفخه وبطلع اقول لكم انا بطير نفخه. انا بني ادمه واضحه، اللي بعمله بطلع اقول انا بعمله، ما بتخبث ولا اطلع اتمسكن واستهتن. اللي بعمله بطلع اقول يا جماعه انا عاجبكم على كده تحبوني، عاجبكم مش عاجبكم براحتكم. انا شخص واضح وصريح. دخلت اقول للراجل طاير القناه، الراجل قال لي القناه لسه صغيره حرام تدفعي فيها 5000 جنيه، استني اما تتعب فيها شويه وتكبرها وبعد كده طيريها. انا كده غلطانه؟ انا مش دي ناس بتطلع على قفايا؟ مش دي واحده ركبت على قفايا؟ مش دي واحده استغلت النطع ان هو كان في يوم من الايام جوزي واستغل وكانت عايزه تتشهر على قفايا وبتكبر على قفايا؟ صح؟ مش نفخوا راحت حطت ايديها في ايد خنشر وقعدت تشتم فيا انا واختي، وامها كل يوم كانت تطلع علينا لايف في رمضان بال6 وال7 وال8 ساعات تسب في عرضي وفي شرفي. انتوا كناس بتتفرج عليا، كناس متابعيني، كناس متابعاني بقالها سنين، شفتوا ايه يا ولاد الكلب عشان تجيبوا سيره شرفي وعرضي؟ اللي ما شفتني حتى ان عمري ما طلع لي صوره مع راجل، عمري ما طلع لي صوره مثلا مع راجل ولا في حضن راجل، ولا عمري في حياتي ما طلع لي صوره مع راجل ولا اتصورت وانا في حضن راجل ولا الكلام ده. سيبكم من الصوره الفيك اللي هم البت اللي هي كانت واقفه دي وقالوا لك دي هي ومش هي، كلكم عارفين طبعا اني مش انا ولا رسم ولا نفس رسمه وشي ولا انا. عمري في حياتي ما طلع لي صوره مع راجل، عمري ما طلع لي محادثه مش محترمه بيني وبين حد مثلا بصوتي او فويس بصوتي ولا الكلام ده. انا غلطانه؟ انا عايزه حد يقول لي يا ايمان انت غلطانه. انا يا جماعه اللي بيجيب سيره شرفي او عرضي او سيره شرف اهلي او عرض اهلي او سيره ولادي بطيره. مش هسيبك تسترزقي تقولي بقى قطع الاعناق كقطع الارزاق، قطع الارزاق كقطع الاعناق. دي انا عارفاها، انا دي عارفاها كويس قوي، وعارفه ان اللي بيقطع رزق حد ربنا بيقطع رقبته. بس انا كده مش بقطع رزق. يا رب انت عالم ان انا عمري ما جيت جنبها طول ما هي كانت في حالها، عمري ما جيت جنبها وكانت بتطلع تلقح عليا، وكنت ببقى عارفه ان التلقيح عليا، بس كنت بعمل نفسي مش شايفه عشان الناس ما كانتش بتبقى واخده بالها. لكن عيني عينك صريحه تشتمي فيا وفي اختي، هقعدلك مش هرحم حد، مش هرحم حد. تطلعي تعيطي، تعلقي محاليل، تقولي انا بموت، يجيلك شلل، اطلعي اتاسفي. عايزاني اسامحك؟ اطلعي اتاسفي، قولي انا اسفه، انا دخلت بيت الست دي
وما شفتش منها حاجه يا رمه يا كلبه، يا اللي طفحتي معايا عيش وملح، دخلتك بيتي يا كلبه وطلعتك معايا لايف واكلتك معايا عيش وملح وسبتيلي بنتك باتت عندي يومين. انا هثبت كومنتك من غير ما اقراه يا منامور لان انا بحبك، من غير ما اقراه. دخلت بيت بنتك باتت في حضن ولادي يومين يا كلبه، وفضلتي قافله تليفونك يومين، معرفش عنك حاجه ولا بنتك تعرف عنك حاجه. يومين دخلتي بيتي وطفحتي معايا عيش وملح، كلتي معايا عيش وملح، قطعتي معايا لقمه وكلتي معايا عيش وملح، وسبتي بنتك باتت في وسط ولادي، وصورتيني وانا في بيتي وانا مش واخده بالي، صورتيني ورحتي بعتي الصور انتي عارفه لمين، وسكت ما فتحتش بقي وقلت سيبوها تسترزق زيها زيي، بتربي ولد وبنت زيي، وده شغلها زي ما هو شغلي. حرام، مش اللي اتعمل فيا قبل كده هعمله في الناس. لكن قسما بالله العظيم 3 بحق كل كلمة اتقالت على عرضي وشرفي، طول ما امك بتشتم وتنزل بوستات ما هخليلك حاجة على الميديا، مش هخليلك لايف ولا فيديو. والناس اللي معانا في الشات هم يشهدوا، لا يمكن انا او دعاء نعمل حاجة من غير ما نرجع لبعض، لا يمكن دعاء تعمل حاجة من غير ما ترجع لي، او انا اعمل حاجة من غير ما ارجع لها، لا يمكن. تطلعي تتأسفي وتقولي انا دخلت بيتها يا كلبة وكلت معاها عيش وملح وما شفتش منها حاجة وحشة وماليش علاقة باللي امي بتعمله، هسيبك تسترزقي وتاكلي عيش ومش هاجي جنبك. ووعد مني قدام الناس كلها، وعد مني قدام الناس كلها، لو عملت عكس اللي انا قلته قولوا عليا اللي نفسكوا فيه. هتطلعي تجيبي في سيرتي انتي او امك تاني، ههين كرامة اللي جابك ومش هخليلك لايف. بس اللهم بلغت. وانتي يا مرة يا شايبة، انتي يا شايبة عماله تقولي ده ليها فويسات وليها فيديوهات. هو انت يا وليه لو معاكي حاجه ليا كنتي سميتي عليا؟ هو انت او بنتك لو معاكوا حاجه ليا كان زمانكم مسمين عليا؟ كان زمانكم ناشرينها على الميديا كلها. ده انت نفسك تمسكي حاجه عليا، نفسكوا تمسكوا حاجه عليا، كان زمانكم ناشرينها على الميديا كلها. الاول طلعت قالت دي خطفت جوزي، دي خطفت جوزي، وهي اصلا ما كانتش متجوزه، اقسم بالله العظيم. وانا اصلا اقسم بالله العظيم 3 وحق لا اله الا الله، وحق لا اله الا الله، يعني ولا الشخص اللي انا مرتبطه بيه ده اصلا يعرفها ولا عمره شافها ولا ليه علاقه بمواضيعنا ولا هو اساسا جوزها ولا الكلام اللي هي بتقوله ده، وحق لا اله الا الله. جوزها ده انا شفته مره واحده صدفه، وما كنتش اعرف ان هي كانت يعني مرتبطه بيه او عارفاه او ماشيه معاه او الكلام ده، كنتش اعرف الكلام ده خالص، ما كنتش اعرف. انا عرفت بالصدفه اخر القعده اما قمت، عشان شفته صدفه في مكان، بقيت خطفته وبقيت مش عارف عملت فيه ايه. من قله الرجاله اروح اتجوز واحد اكبر مني في السن ب 15 سنه او ب 20 سنه، من قله الرجاله يا بت، من قله الرجاله. خلاص ما بقاش فيه رجاله بقى، فانا هروح بقى عيني هتزوغ على الماء. مش عايزه اغلط، مش عايزه اغلط عشان ما شفتش منه حاجه. والنسوان كلها والستات كلها بتغير منك، التليفون ده بيغير منك، الغسول ده عمل لك عمل، التليفون التاني ده حط لك رش لك العمل قدام الباب. انا البلوجرات كلهم بيغيروا منك، والبلوجرات كلهم بيقلدوكي، والبلوجرات كلهم عاملين لك عمل، كلنا كده، كل واحده راحت لشيخ شكل عشان تعمل لك عمل. وسبحان الله سبحان الله بتعرفي العمل، لا اله من عند ربنا كده. انا اعمل لك العمل من هنا انت تعرفي العمل، سبحانك يا رب، سبحانك مكشوف عنك الحجاب. البلوجرات كلهم اتجمعوا، كلهم كده اتجمعوا وعملوا لك عمل على توتة الجمل. كلنا بنغير منك، كلنا بنعمل لك اعمال، كلنا بنحقد عليكي، كلنا مش قادرين نسيبك في حالك، كلنا باصينلك، كلنا حاسدينك، كلها غيرنا بتحسد والنفسيه سواد. هي اصلا شيرين عملت لك انت الاغنيه دي اساسا، شيرين اساسا كتبت الاغنيه دي كلماتها ليكي
اساسا كلها غيرانه، كلنا من غير ما بنقطع بعضنا عشان انتي مناخيرك بفتحه واحده واحنا كلنا ربنا خلقنا مناخيرنا بفتحتين. انت عندك المنتج الخرافي الزغلافي واحنا عندنا المنتج انت عندك المنتج اللي بيطلع شعري تاني يوم وانا عندي المنتج المعفن اللي تحت بير السلم. معروفه معروفه معروفه. وكلنا سرقنا منتجاتك. يعني الزيت بتاعي ده ما كانش بتاعي، ده كان بتاعك اصلا في الزيت اللي هو اساسا متصرح بهند اند ايمي اساسا، اللي هو اصلا ما كنتش الزيت ده ما كانش من الاساس مع دكتور عربي، الزيت ده من الاساس كانت مع دكتوره فاطمه. ولما انا ودكتوره فاطمه حصل بينا خلاف سبت دكتوره فاطمه ورحت العربي قلت له انا عايزه 1 2 3 اللي كان في الزيت بتاعي الاولاني. فجأة الزيت بتاعي اللي متصرح باسمي هند اند ايمي بقى بتاعك، والتنت بقى بتاعك، والاعشاب بقت بتاعتك. الكلى بتاعتي يا رب. هي كلى واحده اللي انا ماشيه بيها يا رب، هي كلى واحده. بعت التانيه، انا بعتها، انا بعت التانيه. انا تعبت من البني ادمين، تعبت من الانسان اللي بيعمل في الانسان التاني. هطيرك، مش هسيب لك لايف طول ما انت بتجيبي في سيرتي. اقسم بالله ما هسيب لك لايف. انا كده غلطانه، مش غلطانه. عداني العيب وازح من جنبي، العيب عداني وراح ازح من جنبي كده اهو. المهم في بقى شويه صراصير، حبه صراصير كده صغننين كده، كنت لهم قد كده. الصراصير دي جهله، قلبهم جهله. تعالي ثبت كومنتك. شويه صراصير كده، هم عارفه ازازه البيراسول اللي بحاجه و50 جنيه خساره فيهم، قالوا جهله. يقول لك ايه بقى؟ ان احنا لما نعمل بلاغات يدوي على البيدج بتاعتهم، فالبيدج بتاعتهم هتوقف ارباح وتلبس انتهاك. ما تعرفش ان البيدج طول ما هي عليها مدير حقوق، ما هم جهله يا قلب امهم. الغل مني عميكوا بس الهزار مداريكوا. مش فاهمين عشان هم جهله ان طول ما البيدج عليها مدير حقوق ما بتتهزش، عشان عليها مدير حقوق. يعني الفيديوهات دي بتاعت فلانه واحنا متاكدين، وفلانه دي ما بتقدمش محتوى وحش. وخدوا بس كده. مش هتعبت. انا كائن تعب من الدنيا، انا كائن تعب من الدنيا. عندي ليكي سؤال بجد والله، عديتي فترتك الصعبه ازاي واثرت فيكي ازاي؟ انا بحس اني مش سهل خالص اني اعدي اي فتره. عديت ايه ده؟ انا اتمرمطت كده اهو كنت بقى الحيطان كانت بتخبط فيا كده، وبعد كده عديت وبقيت زي ما انت شايفه كده. اقسم بالله العظيم ما اتمنلكيش ابدا تبقي زيي. انسان ما عندوش رحمه في قلبه، اقسم بالله العظيم ما اتمنلكيش ابدا ان انت تبقي زيي. انسان ما عندوش رحمه في قلبه ما بقاش حد يصعب عليه ابدا ابدا. انا بقول لكم قلبي بقى اسود كبيه، قلبي بقى اسود من سواد النطع. اقسم بالله العظيم قلبي بقى اسود سواد. عمري في حياتي قلبي ما كان اسود كده. بقيت انسان بلا رحمه، قلبه ما فيهوش رحمه المخلوق. ما بنساش. لا ماما انا عايزه اشرب. طب خد انا كده. الله ست الحبايب يا حناني طولة العمر ويخليكي لينا ويوسع رزق ابنك كده، عشان انا عارفه ان انت بتحبي ابنك يكسب قوي وتبقي احلى ام في الدنيا وست الحبايب يا حبيبه، ويخليكي لينا ويديكي طولة العمر. انت بتشحتي. وهاتي الغويشه دي، هاتي يلا هاتي يا شلت حبيبي. لك ورقه من دول. ايه اهو رجع اهو رجع هيعلى تاني. هيعلى وتنستري ويخليكي لينا. استني اعدهم كام دول. فتحت
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 انت بتعدي ليه؟ فتحت باقة خلاص. هو انت واخده كام دول فلوس يا قد ست ايه؟ الحبايب؟ جايباهم منين؟ من ابوكي. خدي خدي مش عايزة. خدي خدي مش خدي مش عايزة. اوعي خدي. انت بتحشري في الفلوس ليه؟ كانت ضربه في عيني. خدي يا ست الحبايب. شافتها في التليفون، شافتها في اللايف جايه قلت خدي لك ست الحبايب. هاتي يا اختي اجيب ناس ايه؟ رزمه. ايه؟ هاتي يا بنت، في ايه؟ هاتي يا بنت الفلوس. خدي يا ست الحبايب. جناحها 10 مره واحده. يا ست هم 3 رزم. الحبايب يا حنينه يا حنينه يا سلتامين فلوس. خدي. امسكها ما هروح ارد على التليفون واجيب. كسبي الفانز بتوعي فلوس. حطي دول، حطي دول. كسبي الفانز بتوعي. انا هرد على المهم هاتي لي اشرب يا عيشه. مدام عايزة شاي. عايزه يا اختي شاي. شايه؟ لا الموبايل بيشحن، روح هاتي لي اشرب. مامي تقولي لي لا. موبايل بيشحن سيبوني. طب خدي خدوا. المهم نرجع لموضوعنا. دعاء معلش شيري لي تاني، معلش يا صبيه يا صغننه عايزه اشرب، هاتولي اشرب. المهم نرجع لموضوعنا. احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ايه؟ انا نسيت. الاكل جينا الثاني. ماما عامله المخلل الحادق قوي. يا ولاد كنا بنقول ايه؟ خدي يا ماء، خدي يا بنتي عايزه اشرب عطشانه. خلاص عادي. كنا بنقول ايه؟ مفيش صوت؟ مفيش صوت؟ نكمل بقى موضوعنا. انا نسيت، قولوا لي وقفت لغايه ايه؟ انا ليه بقيت انسى كده؟ ليه بقيت شخص افتكرت. المهم فما اتمناش لألد اعدائي ما اتمنى لهمش ان هم يشوفوا اللي انا شفته. بقيت شخص اسود، قلبه اسود، ما بيرحمش حد. مش هرحمك يا نفخه لو طلعتي ميته الا في حاله واحده، مع ان انا عارفه ان انت بتسترزقي. مفيش ميه؟ لا انا عطشانه قوي عايزه اشرب. طب خلاص هجيب لك ميه. الا سوري. ماشي اقفلي الباب بقى، كلوز ذا دور. النطع كده كده حتى لو طلع اعتذر مليون اعتذار مش شايفاه، وهطير حتى لو طلعت قالت انا اتطلقت منه وموتني من الضرب مش شايفاكي وهطيرك برضه. اما بالنسبه لنفخه هرحمك في حاله واحده. لو طلعتي قلتي ان انتي ما شفتيش مني حاجه وان انتي غلطتي في شرفي وفي عرضي، مش عايزاكي تتاسفي، هسيبك تسترزقي وتاكلي عيش. لو طلعتي قلتي ان انتي غلطتي في عرضي وفي شرفي وانتي يا بنت الكلب دخلتي بيتي وما شفتيش مني اي حاجه، ما شفتيش مني اكلتي وطفحتي معايا وما شفتيش مني اي حاجه. واوعوا تكونوا مفكرين ان انا الكلام في شرفي وفي عرضي بيضايقني. كان يا مكان، كان يا مكان كنت الاول اتضايق. ايه يا ماما؟ كان بيشوفها كان بيقول عليها ايه؟ وقال عليها ايه؟ قول انتي. اي واحده يا بنات استني. وحياة ربنا اغلى من اي محمد ابني. لا ربنا اغلى من اي وحياة حاجه. محمد ابني. وربنا اللي اغلى من الكل يا بنات. اول ما أي شافها حاجة الواد ده بيشوفها، كان الواد طريق ايمان ده بيشوف اي واحده اما عندها. شاف نفخه عندي قال لي عليها قال لك ايه؟ دي مش هقول اللفظ. وحياة النعمه دي الا جسمي دمي يبقى سايح زي الميه دي. بايمان زعق لها عشان تمشيه. الهي يا رب بحاجه النبي لو انا بكذب اعمل حادثه على الطريق، متحبين اعمل حادثه على الطريق وموعى رب عيالي وجسمي يسيل زي الميه دي. ان اول ما شافها اتعفرت وعمل معايا مشكله اول ما شافها في البيت، ونزل اتصل بيا قعد يشتم وقال لي دي، ما انا هحط اللي عندك الاول. قال لي دي ما تخشش البيت تاني. دي تعالي اقفلي الباب يا ايلن. اقسم بالله العظيم 3 ان ده حصل بالحرف. بقول لكم الهي جسمي لا مش عايزه خلاص اقفلي الباب. الهي جسمي يبقى دمي زي الميه دي ان ده حصل بالحرف.
تمام؟ اي حد يعني سهله قوي العراره عندي. تمام. اوعوا تكونوا مفكرين ان الكلام في شرفي وفي عرضي بيهزني. كان يا مكان، كان يا مكان الكلام ده كان بيهزني زمان، كان يضايقني زمان، كان يوجعني زمان. دلوقتي اقسم بالله العظيم 3 من كتر اللي انا شفته في حياتي، ومن كتر المواقف اللي انا شفتها، ومن كتر الكلام الكذب اللي اتقال عليا. يا جماعه انتوا مفكرين انا بطلع اللايف اقول الكلمتين انتوا بتفكروا ان انا بقفل اللايف وخلاص. انتوا كبنات بتتفرج عليا وكستات بتتفرج عليا ومتجوزه وبنات مش متجوزه، حطي نفسك مكاني. واحده كانت متجوزه واحد انفصلت منه، عشان انفصلت منه بقت شمال ومش محترمه، وبقت تتشتم باقذر الشتايم، وجوزوها من الناس كلها. اتجوزتي الناس كلها واتطلقتي من الناس كلها ودخلتي في علاقات مع الناس كلها، ونصبتي على رجاله في فلوس، ونصبتي على رجاله في عربيات. انا اللي هو انتوا لو شفتوني الحقيقه انا واحده قد كده اصلا. ده اللايف بيبقى مكبرني ومكبر وشي وعاملني حد كبير. ده انا كلي على بعضي قد كده. اتقال عليا كل الكلام اللي في الدنيا، كل كلمه كانت بتنزل عليا كانت بتموتني. كل كلمه هوب الاقي البوست ورا اخوه، البوست ورا اخوه. كل كلمه كانت بتنزل عليا كانت بتقتلني في الاول. دلوقتي ورحمه جدتي اللي عمري ما احلف بيها كدب ابدا، جدتي اللي حتى المتوفيه ما سلمتش من لسانهم. حتى جدتي المتوفيه ما سلمتش من لسانهم، ونفخوا بنت الكلب ما سلمتش من لسانها جدتي المتوفيه، ولا من لسان النطع. يا نطع ستي، يا نطع اللي انت بتشتمها وهي ميته، يا كلب يا نطع اللي ما شفتش منها اي حاجه، اللي كنت بتطلب البط يا عجل يا ابو بطن يا منتن. كنت بتطلب البط قدامها كانت تجيب لك البطايه كده اهو، ونروح عندها بالعربيه تحطها لنا في شنطه العربيه. الله يرحمها، الله يرحمك يا حبيبتي، الله يرحمك، الله يرحمك، الله يرحمك من كل قلبي. الله يرحمك ويجعلك من اهل الجنه. الله يرحمك. كانت بتجيب لك البطايه كده وتحطها لك في شنطه العربيه. كان كل البيت بيكرهك، كل البيت، خلاني وابويا وامي واختي، كل البيت كان بيكرهك الا هي الوحيده اللي كانت بتحبك. يا كلب، يا كلب. وهي بتموت اللي انت قلت عليها بتاعت اعمال يا كلب، اللي يعني ما كانتش بتتحرك من على السرير. جدتي دي للناس اللي مش عارفه يعني، جدتي دي كانت حد مليان، كانت مليانه، كانت تخينه، وكان عندها السكر ودهون على الكبد وتليف في الكلى او تليف في الكبد. دي جدتي اللي الكلب ما كانتش بتقوم، ما كانتش بتتحرك من على السرير، كانت بتسند على البتاع. عارفينها اللي هي كانت بتمشي دي، اللي كانت بتسند على البتاع اللي هي عشان تعرف تمشي دي، عشان كانت مليانه يا عيني، وكان من كتر التخن كان عندها امراض. اول مره اشوف واحد كده فعلا. يعني الطلاق ما كانش بسبب سمعتك اصلا، حول الموضوع لناحيه تانية خالص، عشان كده ما حدش بيصدقه، لان كلنا حاضرين وقت الطلاق ايام اخته وامه. الله يرحمك. كل اللي في اللايف يترحم على جدتي. الله يرحمك يا كلب اللي ما شفتش منها حاجه وحشه. كانت بتديك عيديه في العيد زينا كلنا كانت بتديني، يعني كل واحد 200 جنيه كانت بتديله زينا، كانت بتديله عيديه زينا. ما شافش منها حاجه وحشه عشان يجيب في سيرتها. طب دي يا ابن الكلب، دي شفت منها ايه؟ الست اللي ما كانتش بتقوم من على السرير دي اصلا، ما كانتش بتعمل حاجه، ما كانتش بتقدر تقوم ولا بتعمل اي حاجه. شفت منها ايه عشان تقول عليها كده؟ على اليوم اللي فكرت احط اسمي فيه جنب اسمك. طب امي هقول ماشي كانت بتديك بالشبشب، ماشي. امي كانت بتكره الكره العمى، وجت في الايام الاخيره اتاكدت ان انت نطع وكانت بتديك بالشبشب. جدتي بقى دي
شفتوا منها ايه يا عيله زباله، يا عيله 3 تنفار ونسوانين، شفت منها ايه عشان تخلي واحده مستصبيه زي ام نفخه تجيب في سيرتها؟ احط لك البطايه والمحشي ومش عارف ولا وتذبح وتدينا لحمه ازيد منهم وتغمزنا، تغمزوا. خد انت اكتر منهم، حط في شنطه العربيه وتخلي حد يا عيني تجيب لنا الخضار وبتاع وتخلي حد يحط لنا في شنطه العربيه. عتاوله، عتاوله انتوا معايا؟ العتاوله انتوا معايا؟ انا عايزه العتاوله يقولوا احنا انتوا معايا ولا لا؟ العتاوله معايا في اللايف؟ عتاوله اشتغلوا لي على النطع، سيبوا لي كل حاجه يا عتاوله، سيبوا لي كل حاجه واشتغلوا لي على النطع. العتاوله انتوا معايا في اللايف ولا لا؟ المهم افتكرت اللي جدتي كانت بتعمله معايا. ممكن سؤال، انت كنت متجوزه واحد زي ده ازاي؟ ما كنتش اعرف ان هو هنا، ما كنتش اعرف ان هو كده، اكيد ما كنتش اعرف. عتاوله انتوا معايا يا عتاوله؟ تمام، اشتغلوا لي على النطع. حبيبتي انا مش مركبه انا مركبه الخصله دي بس، يعني هي دي بس اللون اللي انا عاملاه بس. بصي هو المفروض احنا معاكي في اي حته يا ايمي، ماشي. هو المفروض ان اللهم صل عليك يا محمد، المفروض ان انا عندي براند زيت وكده وعندي البراند بتاعي، بس انا حاليا عشان ابقى اجيب لك من الاخر وابقى واضحه وصريحه، شعري ابتدى يتظبط. يعني انا شعري الفتره الاخيره دي ابتدى يتظبط جامد، شعري كان متدمر